ما جه علشان يكتب الكتاب جيب أسطول عربيات. ليلى كانت مغرورة قوي، وبعد ما اتخطبت لكريم اتغرت أكتر، بقت شايفة نفسها ملكة والكل جواري. كانت بتعامل الكل وحش، كل الناس كرهتها وما بقوش يحبوا يتعاملوا معاها، لدرجة ان مدير المستشفى اللي كانت شغالة فيها طردها. ساعتها اتخانقت معاه خناقة كبيرة وقالت له اصلا مش عايزة اشتغل عندك، انا جوزي يجيب لي بدل المستشفى سلسلة مستشفيات، واحمد ربنا ان انا مش هحطك في دماغي، علشان لو حطيتك في دماغي هخلي كريم يقفل لك المستشفى بتاعتك. ليلى وكريم بيتجوزوا وانا طبعا ما بتجوزش، بحس ان انا مش حابب ان اتجوز. امي لما كانت تجيب لي اي عروسه اقول لها يا امي صدقني لو اتجوزتها هظلمها. حبيت ان انا افضل لوحدي. بتعدي سنه على جواز كريم وليلى. بعد السنه دي ابتدت ليلى تدبل. ليلى البنت المغروره المتكبره ما بقتش هي، على طول زعلانه سرحانه بتمشي وهي تايهه. في يوم امي كانت بتشتري عيش ومامة ليلى هي كمان